أرقام تحطمت، عقد فكت، وملاحم كروية خلدها التاريخ. واليوم نصل للمحطة الأخيرة في مشوار بودابست 2026، نهائي أعظم بطولة في الكون ذات الأذنين بين جدار أرسنال الحديدي وإعصار باريس سان جيرمان. هل انتهى وقت الكلام وبدأ وقت كتابة التاريخ؟ ومن سيبكي دما في ليلة الحسم؟ يا هلا فيكم يا شباب، معكم أدهم، واليوم راح نحلل المشهد الختامي ونتوج مع بعض بطل دوري أبطال أوروبا 2026. يلا على التفاصيل. طيب خلونا نبلش بالمدفعجي. أرسنال ميكيل أرتيتا يدخل هذا النهائي وهو ليس مجرد فريق تأهل بالصدفة. يا جماعة أرسنال هالموسم عبارة عن منظومة رعب تكتيكي. الفريق اللي فاز بلقب الدوري الانجليزي قبل ايام وصل لنهائي بودابست بهدف كتابه تاريخ جديد غاب عن النادي لمده 20 سنه، وتحديدا منذ نهائي 2006 المرير امام برشلونه. اذا تتذكروا حكينا عن هذا النهائي بالتفصيل بافضل 5 نهائيات دوري ابطال اوروبا. اللي ما حضر الفيديو راح نترك الرابط بالوصف، احضروا الفيديو واعطيني رايك. طيب ارتيتا صنع هذا الموسم ما يشبه المعجزه الرقميه. تخيلوا يا شباب، ارسنال تاهل من دور المجموعات بالنظام الجديد بالعلامه الكامله، 8 انتصارات متتاليه بدون اي تعثر، وهالشيء بيعتبر رقم اعجاز. وبالادوار الاقصائيه تخطى باير ليفركوزن، سبورتنج لشبونه، اتلتيكو مدريد بثبات غريب. احنا عم نحكي عن منظومه دفاعيه هي الاقوى باوروبا حاليا. ثنائيه ويليام صليبي وجابرييل ماغالهايس تحولت لكابوس لاي مهاجم، ومن خلفهم الحارس ديفيد رايا اللي حقق ارقام خرافيه. تخيلوا 19 مباراه بشباك نظيف. ايوه بس السؤال، هذا الجدار الحديدي كافي لايقاف الاعصار الفرنسي؟ طيب قبل ما نحكي عن باريس سان جيرمان ونشوف كيف رجعوا من الموت هذا الموسم، بيسعدني جدا انك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناه لتصلك فيديوهاتنا اول باول. يلا نشوف لويس انريكي شو محضر لارتيتا. طيب خلونا نحكي عن الوحش الفرنسي باريس سان جيرمان. هي المباراة لباريس سان جيرمان تعتبر مباراة دفاع عن العرش بصفته بطل النسخة الماضية 2025. طيب المفارقة العجيبة يا شباب هي مشوار باريس سان جيرمان بدوري ابطال اوروبا هذا الموسم. على عكس ارسنال المستقر، باريس عاش دراما حقيقية. تخيلوا معي بدور المجموعات احتلوا المركز 11 وتأهلوا للدور الثاني بعد ما اقصوا موناكو بالملحق المؤهل. ايوه بس حرفيا بعد هي المباراة هون انفجر الوحش. باريس تحول لاعصار هجومي مدمر، سحقوا تشيلسي ب8 اهداف بمجموع المباراتين، ثم اطاحوا بليفربول برباعية، وبنصف النهائي قدموا ملحمة كروية امام بايرن ميونخ انتهت 6-5. طيب شو ميزات الفريق الفرنسي هذا الموسم؟ باريس بيتميز بالتحولات الهجوميه المرعبه بوجود عثمان ديمبلي الحاصل على الكره الذهبيه، واللي بصراحه بعيش افضل ايامه مع باريس سان جيرمان، وبجانبه الساحر كفاراتسخيليا، بالاضافه الى باركولا. باريس يملك هجوما اذا وجد شبر واحد خلف دفاعك رح يقتلك حرفيا. خلونا ندمج الاوراق وندخل بصراع العقول. ارتيتا رح يعتمد على اسلوبه المعتاد، رح يعتمد على الضغط العالي لافتكاك كره بمناطق باريس، ورح يراهن على عبقريه بوكايو ساكا بالجهه اليمنى والدبابه التهديفيه فيكتور جيوكريس لخلخله الدفاع الفرنسي. يا جماعه ارتيتا بيعرف انه الدفاع الفرنسي ما عم يعيش افضل ايامه، خصوصا انه استقبل 5 اهداف من بايرن ميونخ، هيك بتوقع يلعب على الضغط المبكر لانهاء المباراه بالشوط الاول. ايوه بس لويس انريكي يعشق المغامره والاندفاع الهجومي. معنى هالكلام انه باريس سان جيرمان ما راح يتراجع، راح يحاول يستحوذ على الكره، وراح يعتمد على سرعه ديمبلي وكفاراتسخيليا اللي ضرب دفاعات الارسنال. انتبه بهي المباراه المعركه الحقيقيه راح تكون معركه خط الوسط، من يسيطر على الدائره يسيطر على المباراه. فيتينيا من جانب باريس سان جيرمان ضد ديكلان رايس من جانب ارسنال، صراع بدني تكتيكي من اعلى طراز، وتاكد من يرتكب الغلطه الاولى سينتهي حلمه فورا. طيب بعد ما حكينا عن الصدام التكتيكي المباشر بين الفريقين، في نقطه تكتيكيه ولوجستيه لازم نتوقف عندها ونحكي عنها، لانه حرفيا ممكن تغير مجرى النهائي كله. الاتحاد الاوروبي فاجأ الجميع وعدل توقيت المباراه النهائيه. بكل البطولات السابقه كان يلعب النهائي ليلا، بهي النسخه راح نشوف النهائي عصرا، وتحديدا الساعه 7 بتوقيت مكه المكرمه. هذا التوقيت المبكر على غير العادي بيعني شيء واحد بس، الضغط البدني والنفسي راح يكون مضاعف، وراح تكون المراهنه على الحاله البدنيه للاعبين بالشوط الثاني، لانه حرفيا اللاعبين مش معتادين على لعب المباريات الكبرى بهي التوقيت. يعني الفريق اللي بيملك دكه بدلاء قويه وخبره التعامل مع هي الظروف هو اللي راح ينتصر. في النهايه نحن امام مواجهه تاريخيه على ملعب بوشكاش ارينا لا تقبل انصاف الحلول. اما ان يكتب ارتيتا والمدفعجي مجدا تاريخيا غير مسبوق ويحقق لقب دوري ابطال اوروبا للمره الاولى بتاريخ النادي، او ان يثبت باريس سان جيرمان هيمنتها على القاره العجوز ويحقق اللقب للمره الثانيه. طيب توقعاتي الشخصيه لهي المباراه بصراحه وبدون مجامله، ارسنال هو بطل دوري ابطال اوروبا 2026. انا توقعت، هلا اجى دور. نزلوا فورا على التعليقات واكتبوا لي مين بطل دوري ابطال اوروبا 2026، باريس او ارسنال، وفرجوني مين وحش التوقعات اللي راح يتوقع النتيجه بالضبط. لا تنسوا اللايك، واذا حابين تعيشوا اجواء الاثاره التاريخيه احضروا هذا الفيديو اعظم 5 نهائيات تاريخ دوري ابطال اوروبا، او تابعوا السلسله المقترحه اللي بتضم قصص وحزازير كرويه. كان معكم ادهم، سلام.